يلا بينا نعمل خلطة الممبار الرهيبة. هنعمل النهاردة مع بعض الممبار بتنظيفه بكل تكاته بكل حاجة والحشوة بتاعته. يلا بينا نبتدي. أول حاجة معايا حلة حطيت فيها زيت، وبعدين أحط فيها بصل متقطع مكعبات، أسيبه لحد ما لونه يبقى ذهبي، وبعدين نشتغل بقى يلا في الممبار. جبت ممبار غسلته كويس من بعد ما اشتريته، وبعدين حطيت عليه ملح وليمون ودعكته كويس قوي من الطبقة اللي بره قبل ما اقلبه، قبل ما اعمل اي حاجة، عشان طبعا الطبقة اللي بره دي لازم اطهرها واعقمها كويس قوي. بعد كده سبته 10 دقايق، وبعدين حطيته تحت الحنفية عشان ابتدي اقلبه. زي ما احنا شايفين ايد بتثبت والايد التانية بتزق كده عشان تدخل كل الوش اللي هو عليه دهون جوه، واقلبه ويبقى الوش بقى اللي انا هنضفه هو اللي معانا. زي ما احنا شايفين لازم الحنفية تكون مفتوحة عشان تزق معانا كده وتسهل في ان احنا نقلبه. زي ما احنا شايفين خلاص انا قلبته زي ما احنا تمام كده، وبعدين احطه بقى على بلانشة او خشبة، وابتدي بقى اكحت كده بالراحة جدا. طبعا السكينة تكون عادية مش مشرشرة عشان ما تقطعش الممبار معانا. بصوا، هنلاقي طبقة لونها غامق وهنلاقي طبقة لزجة. هبتدي اثبت ايدي زي ما احنا شايفين، بمسك بايد والايد التانية بتكحت بالسكينة بالراحة جدا عشان تطلع الطبقة البني او الطبقة اللزجة اللي هي على الممبار اللي هي مش نظيفة. تمام. زي ما احنا شايفين كده حتة حتة لحد ما اخلص المقدار اللي معايا اهو. خلصت الحتة الاولانية، دخلت على الحتة التانية اهو. بصوا ملاحظين معايا الجزء اللي هو البني او الطبقة اللزجة دي بتطلع. خلاص خلصتها، ابتدي بقى اقلبه على الوش التاني او الناحية التانية زي ما احنا شايفين، واعمل نفس اللي انا عملته قبل كده. اراجع عليه بقى، لان الواحد ساعات كده بيبقى سايب حته كده سايب حته كده، فاخلي بالي قوي ان ايه، لازم يتنضف كويس قوي عشان اي حاجه هتعمل ريحه مش كويسه وهتعمل زفاره. زي ما احنا شايفين خلاص انا رجعت عليه من الاول تاني، عدت عليه تاني بقى بعد ما بخلص. لازم تعيدي عليه كذا مره، والوش يعني تقلبيه على الجنبين عشان تضمني ان هو خلاص اتنضف كويس قوي اهو. زي ما احنا شايفين اهو. بصوا الحمد لله بقى زي الفل اهو، بقى زي القمر اهو تمام. ابتدي بقى انزل على، يعني اجيب الحنفية وانزل بقى ايه تحتها كده بالمنبار على ان انا انضفه بصوا بصبعي كده بتك عليه برضو جامد عشان لو في اي حاجة انا ناسياها تطلع على طول. وبفتح برضو الحنفية وبفتحه وبنزل المية جواه تاني عشان اضمن ان هو اتغسل كويس قوي. بس بعد كده بحط ملح تاني وليمون تاني زي ما احنا شايفين، وادعكه بقى تاني بايديا كده عشان اطهره، واسيبه لمدة برضو نص ساعة في التلاجة، ما سيبوش بره عشان ساعات بيبقى الجو حر فبيبوظ. زي ما احنا شايفين اهو الملح والليمون والمية، واسيبه في التلاجة. بعد كده خلاص برجع تاني للبصل، بلاقيه ان هو لونه بقى ذهبي وجميل. بنزل عليه بقى بالطماطم اهو، وبعد كده بقلبه كويس قوي. الطماطم اللي انا حطاها متسبكه، فاوريدي هي مش محتاجه ان انا اصبر عليها كتير. ببتدي بقى حقيقة احط ملح وفلفل اسود، كزبره وكمون. ما بحطش بهارات كتير، طبعا البهارات حسب الذوق، كل واحد اللي بيحب يحطه على المحشي او خلطه المحشي يحطها، مفيش مشكله خالص. بعد كده بقلب وخلاص بتبقى عندي يعني تقريبا متسبكه يعني. فاسيبها على النار شويه لحد ما تبتدي كده تطلع بقى بكبكه كده زي ما احنا شايفين، وكده تبقى هي جاهزه. اطفي عليها عشان تبرد، واجهز بقى الرز. وهي خلاص بردت فضفتها على الرز اللي معايا، وضفت كمان الخضره شبت وبقدونس وكزبره، واقلبهم كويس قوي. زي ما احنا شايفين لو محتاجين ان احنا نزود زيت بزود، مش محتاجين خلاص انا اوريدي حاطه في الطماطم وفي البصل زيت كفايه قوي يعني، مفيش مشكله خالص، او سمنه يعني. بس اقلبه كويس قوي وابتدي بقى احشي الممبار عندي. الحجم بتاع الممبار طبعا حسب ما بتحبي، يعني انا هبتدي اقطعه بالسكينه الحجم اللي انا حباه. وفي ناس طبعا بتقطعه صغير، بس انا بقول لكم خلي بالكم لانه بيكش في الميه المغليه اول ما بيتحط فيها. فما نصغروش قوي واحنا بنقطعه علشان ما يبقاش يعني يضرب مننا وينفجر في الميه ومش هيبقى حلو. زي ما احنا شايفين بمسك بايد، بثبت بايد والايد التانية بدخل فيها الحشو، وبدخل بصبع الابهام كده وكله كله. واول ما احس ان في كوره كده اتملت ببتدي بقى انزله وايه وبططه كده. بصوا انزل لتحت كده وبعدين ابططه، لازم يبقى مبطط عشان الرز بيزيد مع السوا. زي ما احنا شايفين، وما نملهوش خالص يا جماعه، لان لو مليناه هينفجر. وطبعا حجم الرز بيزيد زي ما قلت لكم، فاحنا نقعد نبطط وننزل ونخلي بالنا قوي ان هو يكون ايه في نفس كده، يعني في شويه فراغات كده، مش مليان قوي مكبوس يعني. بس زي ما احنا شايفين هخلص بقى الكميه اللي معايا كلها.
بصوا بحشي بثبت بايد، والايد التانية بنزل فيها، بدخل وبزق بايدي جامد وبصبعي جامد علشان اضمن ان هو نزل، وان هو خلاص هيوصل لكل الممبرايه معايا. زي ما احنا شايفين اهو. بصوا ببطط بايدي، اهم حاجه ببطط بايدي علشان خلاص يملى كل الممبرايه اهو. بصوا بدعك كده وببطط عشان حجمه هيزيد لما احطه في الميه المغليه. خلاص كده تمام جدا زي ما احنا شايفين اهو. بصوا بنضفه من اي بقى رز بقى واي زيادات كده عليه، واحطه لحد ما اخلص الكميه اللي معايا. وده شكله النهائي بعد، بصوا بيبقى مبطط ازاي، ده شكله النهائي بعد ما بخلص حشوه. بس زي القمر كده وتمام جدا. بخلصت الكميه اللي معايا، وعلى بقى ميه مغليه. الميه دي هي اللي انا مسبكه فيها الطماطم، فبالتالي لونها كده مدي احمرار شويه. بحط فيها ورق لورا، بحط فيها حبهان، بحط فيها ملح وفلفل، وهي اصلا بستنى لما بتغلي عشان انزل فيها الممبار. زي ما احنا شايفين هي غليت خلاص عشان هي على نار عالية. بعد كده بنزل بقى بالممبار اللي انا عملته، وانا عاملة بقى نوعين من الممبار، عاملة البوبس وعاملة العادي. وهنزل لكم ان شاء الله فيديو البوبس كده على طول. واللي حابب يتابعوا على التيك توك، هو دلوقتي موجود على التيك توك. فيلا بقى ايه، نخلص كل الكمية اللي معايا اهو. نزلت كل الممبار اللي معايا في الحلة اهو. ده البوبس اهو زي ما احنا شايفين. هوريكم شكله برضو في الاخر هيبقى عامل ازاي معانا. وسيبه بقى يغلي لمدة من تلت لنص ساعة. خلي بالكوا عشان الرز اللي فيه يستوي كويس، ما استعجلش عليه عشان يبقى مستوي، عشان لما احمره اكل كده احلى ممبار. اخر حاجة بحطها هي فص الليمون معايا. وبصوا خلاص هو استوى. بصوا اهو ده شكله بعد السوا. وده البوبس اهو. بصوا دواير جميلة ازاي. على طاسة بقى فيها زيت سخن ونار متوسطة مش عالية قوي عشان ما تحرقش الممبار. ببتدي بقى احط الممبار زي ما احنا شايفين اهو. وبعد كده بكمل بقى بقية الكمية اللي معايا عشان تتحمر وتاخد على الجنب ده شوية لون حلو وجنب ده شوية لون حلو. وخلاص كده الممبار خلاص داخل على ان هو بيستوي اهو. بصوا ده البوبس معايا، انا مش بشيل الخيط منه خالص غير لما خلاص يعني يستوي يعني، او يحمر معايا شوية. بصوا اهو. هبتدي بقى اقلب على الجنب التاني كمان زي ما احنا شايفين اهو. بصوا ما شاء الله خد لون جميل جدا تحفة. وكده ده شكله خلاص النهائي. والف هنا وشفا على قلبكم، وبون ابيتي. باي باي.